يوم خميس العهد، وده يوم الحقيقة أحداثه كتيرة وجميلة، ويوم مهيب جدا في الكنيسة. يبدأ الصبح نصلي كلنا القداس بعد انقطاع كذا يوم، وقت البصخة 2 3 4 مبيكونش فيه قداسات. يوم الخميس نبتدي نصلي قداس لأنه تذكار تأسيس سر الإفخارستية، ويكون ربنا بنفسه أسس السر عشان يقول لنا هذا هو جسدي. ومن زمان والناس مستغربة يعني إيه هذا هو جسدي؟ ما هو ربنا نفسه أعلن وقال خدوه لمغفرة الخطايا. صدقوني اسمعوا كلامي وهتكسبوا. والحقيقة كل اللي سمعوا كلامه حقيقي كذبوا، واللي سبقونا على السماء وفرحوا من أول الرسل والتلاميذ لغاية كل الأجيال الوسطانية، واحنا النهاردة جسد ربنا كل يوم على المذبح. يلا بينا، الشاطر اللي يروح ياكل ويتغذى. بس كده؟ لا، ده في سر تاني كمان اتأسس رائع في اليوم ده. قلنا له يا رب احنا ما نستاهلش، ما نستحقش. قال لنا انا عارف انكم ضعفاء وبتقعوا في الخطية. هقول لكم على حاجة، تعالوا انا بنفسي بابا هغسل رجليكم. ودي كانت شغلانة العبد في الوقت ده. لكن ربنا يسوع الحقيقة قال انا هاخد المنشفة وهتزر بيها اني هربطها كده وهمشي على واحد واحد اغسل رجله. وخلوا بالكم الوقت ده التلاميذ كانوا بيلبسوا صنادل وما كانش فيه شوارع متسفلتة، فرجليهم فعلا كانت مليانة طين من التراب من الشارع. وربنا بنفسه وقف يغسل رجل تلميذ. ونفتكر بطرس لما قال له لا يا رب ما اقدرش، قال له لو ما غسلتش رجلك مش هتيجي الملكوت. قال له طب اغسلني كلي. قال له لا يا حبيبي، انت مش محتاج غير لغسيل رجلك. وكأن الحوار الرائع بين ربنا يسوع وبطرس بيفهمنا الأسرار، لأنه اللي خد سر المعمودية ودي الغسيل الكلي مش محتاج غير للاعتراف والتناول علشان يغسل رجليه. كل ما رجليه تتوسخ يغسل رجليه. فاللي فينا واقع في الخطية وبقاله فترة بعيد عن ربنا، يلا بينا، يلا نرجع نتوب ونقدم توبة ونروح لأبونا ونعترف ونحضر القداس ونتناول ونسمع أبونا وهو بيناولنا يقول لنا يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه.